لو جالي عدد بالشكل ده ع بيساوي -1 على جذر 3 زائد جذر 3 ت، وطلب مني إن أنا أحول صورة العدد المركب اللي قدامي لصورة أسية أو صورة مثلثية. طبعا في البداية لازم نكون حافظين كويس جدا إن الصورة المثلثية عبارة عن ع بيساوي لام جتا سيتا زائد ت جا سيتا، وهنا بيكون التقدير بتاعي بالتقدير الستيني. أما لو طلب الصورة الأسية يبقى ع بيساوي لام ه أس سيتا ت، وهنا بيكون سيتا بالتقدير الدائري. لو أنا هستخدمها باستخدام الآلة الحاسبة بطريقة بسيطة جدا من غير ما اتلخبط، طبعا لأن لو جالي السؤال المفروض إن أنا هحله بالضرب في المرافق، وعشان أطلع أحوله للصورة الجبرية الأول في صورة س زائد ص ت، وبعد كده أقدر أجيب المقياس والسعة. طب هستخدم الآلة الحاسبة إزاي؟ أول حاجة بضغط عليها مود، بعد كده بختار كومبلكس، بكتب الرقم اللي قدامي بالشكل ده -1 على جذر 3 زائد جذر 3 ت، هي عبارة عن الاي ان جي بتتحول إلى حرف الاي، وأقول له يساوي. بعد كده بضغط على شيفت 2. هنا في الحالة ديت أنا عايز أجيب المقياس والسعة، بختار رقم 3 الار والسيتا وأقول له يساوي. كده أنا عندي لام جذر 6 على 6 وعندي سيتا ب 135. لو أنا ناسي قانون التحويل من تقدير الدائري إلى تقدير الستيني، بضغط على زرار شيفت مود وبختار كلمة راديان زرار رقم 4، هيحول لي الزاوية أو الساعة اللي عندي من تقدير ستيني إلى تقدير دائري 3/4 باي، واكتب على طول الصورة اللي قدام.